محلى الدار والدير ونبع الفوار، والزنات عن نبعي ملين جرار. حب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود، شو مشتاق يرويني بريق الفخار. محلى شباب ديرتنا يا كفر اللوز، والمختار نلقاه بأيام العوز. كل ما نعطش عن نبعه نشرب بالكوز، محلى أيامك يا ست وسيد الختيار. محلى مروج هالخضرة وزهر الربوان، والزيتون والقادب ظل الفيان، والرعيان بالمرعى ترعى العنزان، بين جبال ديرتنا نصيد الشنار. يلا خلصني اذا في دكاكين غير دكان ابو الفوز. شو؟ التشاني؟ سمعتك قلت ايش انا؟ قلت دكان ابو الفوز. شو؟ دكان ابو الفوز. شرف معي. وانا شرف. بدي اورجيك التشاني. زق زق بس قدامي شوي. دكان ها؟ زق زق انت. دكاني؟ زق بس ما تخافش. شو قلت لك؟ انتصب كما الولد في الصف. انظر اقرأ. سوبر ماركت ابو الفوز. لا 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 كلمة بل حرفا حرفا. الكلمة الأولى السوء وأب وأر أم أو أك وأك ماذا تطلع؟ سوبر ماركت. عافاك يا شاطر. الكلمة الأخرى ألف با واو ألف وإز ماذا تطلع؟ ابو الفوز. اجمعهن. سوبر ماركت ابو الفوز. سوبر ماركت أبو الفوز. وعملت هدي الثاني. شليت أملك قدامي. أبو الفوز للسمن والجوز، هكذا يحب أن يناديه أهل القرية. حلمه الوحيد أن يصبح دكانه سوبر ماركت. للسمن والجوز والأشياء الأخرى. وشو ما بدك فيه، شو ما بدك فيه، وشو ما بدك فيه، شو ما بدك فيه. اطلع. أبو عطا كبير عائلة الدكر، رجل عصبي المزاج، وهو أحد أطراف الصراع في القرية. يحلم دائما أن يكون رئيس المجلس القروي لقرية كفر اللوز، ولكنه دائما ما يستيقظ على واقع مزعج. يابا ولد يقطع زريع تهلج ويطعم التشل على الدول. ايش الواحد بصحي الخليل؟
سماح ابنته الوحيدة صدق فيها القول أنها ب1000 رجل لقوة شخصيتها. لازم تصحصح، هسه بدهم يفتحوا مركز الشرطة اللي ببلدنا، شو شكلك نسيت؟ لا ما نسيتش، هسه شوي بكون. شو اللي أخرى شوي؟ بدك أبو ناصر وأبو العبد يسبكوك؟ مش حلو بحكك هاي يابا. براو عليك بنت أبوش عن جد. تعرفي أنا دائما بقول إنه الله قطعني من الخلف من الأولاد، بس بصراحة الله عوضنا فيك. ولك شو هون؟ شرطي؟ انت شرطي؟ ولك شو مالك يا سيدي؟ مالك بتصيح؟ ولك الاسود من فوق والاخضر من تحت، مش العكس. يا زلمه شو دخلني انا؟ ما هو اللي علكوا، بعدين ما جميع فئات الشعب بتخربط فيه. ولا الشعب يخربط فيه عادي، اما احنا الشرطة لازم نكون نظاميين ومرتبين. ضبط العلم وانزل وانت وياه وحطه في النظارة عشان يتعلم في المرة القادمة انه الاسود من فوق والاخضر من تحت. أبو ناصر كبير عائلة أبو فجلي، هو المنافس اللدود لأبو عطا، ويسعى هو الآخر إلى رئاسة المجلس القروي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، والله يا عمي شرفتونا، يا 100 مرحبا. كفر اللوز نورت فيكم. بس بقول يعني يا ريتكم عملتوها من أول وفتحتونا مركز شرطة يا حضرة اللواء. مساعد أول يا حاج. يا سيدي انتوا الخير والبركة، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظنكم فينا إن شاء الله يا رب. بتصدق بالله 5 سنين وإحنا نطالب يفتحوا لنا مركز شرطة، وكل مرة بنكون السنة اللي بعدها وكله على الفاضي. بس الحمد لله هيها صارت يا حضرة النقيب، صارت. مساعد أول يا حاج، مساعد أول. ويا سيدي هي صار عندكم مركز شرطة وعقبال عند الدفاع المدني بلا صغرى، ما عرفتنيش على حالك. والله من فرحتي فيكم نسيت أعرفك بحالي. أنا يا سيدي عمك أبو ناصر، كبير عيلة أبو فجلي ورئيس مجلس قروي كفر اللوز. يا حضرة الله. مساعد أول. طرف النزاع الثالث على رئاسة المجلس القروي ولكنه الأكثر هدوءا، أبو العبد النسناس، يتمنى الزواج من امرأة ثالثة، ولكن هناك من يقف له بالمرصاد. وداد زوجته الثانية لها حكمها الخاص داخل المنزل، وخطها الأحمر أن لا يكسر أبو العبد قانون وداد. يا أرض احفظي ما عليكي، ما شاء الله. أي ارحمها لهالمراية، ارحمها، ضروري تطبع صورتك عليها طبع كل يوم. يا فتاح يا عليم، وبعدين معك يا بنت الناس، شو بدك تحاسبين على وقفتي على المراي؟ انت ناسي اني انا يعني شخصية ذات اعتبار واهمية في البلد، وبعدين بدك انا اطلع زي بقية الناس؟ انت ناسي ان انا مرشح عن دار النسناس لرئاسة المجلس؟ ايه الرئيس المجلس قال عمركم ما بتتفقوا، لا انت ولا ابو عطا ولا ابو ناصر. اسمع اقول لك، أنا صحيح بحب إنك هيك تكون متشيك ولابس وتاخد العقل، بس حسك عينك تطلع هيك ولا هيك. أنا رضيت أتجوزك بعد ما ماتت أم العبد الله يرحمها، بس برضاش نزل علي ضرة تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو بموت. آخ ضروري تذكريني برحمة أم العبد هالكيت، ضروري زي النشيد الوطني اليوم الصبحيات تصدحي فيه. يا بنت الناس والله ماني عارف كيف أبو العبد النسناس على سن رمح كيف بده يحكم بلد وهو مش قادر يحكم في داره. انت اصلا ممنوع تحكم بهاي الدار، لانه هاي الدار ما فيها الا قانون واحد بس. قانون شو؟ قانون وداد. والله سمعت كثير عن قوانين، لكن هذا أول مرة بسمع فيه. قديش نمرته في الدستور؟ أنا وداد، أنا بدك تعرف قديش نمرته؟
50 قد نمرة جاكيتك. بده يحكم الدار، قال هي اخرتها والله. استنى هسا اللي بدي اياك تعرفه انه احنا بدنا نعمل احتفال لافتتاح مركز الشرطة. ممتاز. وبدنا نعطي الناس شوية نصائح وارشادات حتى يعرفوا انه القانون هو اللي رح يسود البلد. عداك العيب، وانا حاضر في اللي بدكم اياه، ما في اي مشكلة. اهل بلدنا جميعهم متعاونين وعلى كيفك. هيك تمام، طمنتني. انا كنت لسه بدي اطلع اشوف فين رئيس المجلس وهيك جيتنا برجليك. شو تسأل ما تسأل يا حضرة الضابط، انا رئيس المجلس وما في حدا غيري. عشان الحال انا ما بدي اعطلكم، انتوا تشملوا تجهيزات المركز وبعدين تفضلوا مروا عندي على الدار، بنشرب فنجان قهوة وبنوكلنا لقمة مع بعض، وبعدين بنروح بنشمل تجهيزات الاحتفال. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله ونعم بالله يا سيدي. السلام عليكم. والله يبقى انتوا هالزلمة رئيس المجلس زلمة غانم، وهذا الاشي بريحنا من كثير شغلات. صحيح، بس في مشكلة سيادتك. ايش المشكلة؟ نسيت تسأل وين دورها. ولا ولك هذا رئيس المجلس، يعني يسأل اي حدا بدلك على دوره. فوت كمل شغلك. ولد يا فاطمة يا نايطة، تعالي ساعديني بنشر الغسيلات، والله انقطع ظهري. الله يقطع ذريعة أهلك إن شاء الله. ضلك ادعي علي، يما الواحد بدعي له دعوة حلوة. الله يبعث لي وظيفة، الله يرزقني ابن الحلال اللي يهنيني، إن شاء الله يقطع ذريعة أهلي. إلهي أنت جاهي، ترزق بنتي فاطمة بنت بطني عريس ما في مثله بالبلد. منيح شيفتي يما. لربما سلامة يكون هو ذاك العريس الموعود. خالتي الفخرة، طب جوزيني يا هنا، مش ناقصني شيء وإن شاء الله. يما انت متأكدة انك دعيتي لي منيح؟ والله يا خوفي تزك دعوتك فيي بسلامة. قلت لي يا سلامة مش ناقصك اشي، ناقصك اهم اشي يا سلامة. شو قصدك ناقصني العكل؟ اصلا انا بوزع عكل على كل اهل شفر النوز، ومنيح دبك من اتجوز بنتك، بس كلمة عطشان لحبها. عطشان لحبها يا سلامة؟ استنى شوي. هيك اوعيك وكلبك بيرتوه. يلا من هان. عن هيك عيشي حممتيني، والله نتجوزها غصب عنك. محمود، كل ابوك ودي المصاري لمعروف على الدار اليوم، كله سيبك من اساليبك، فاهم له ترى، ماشي؟ ومن لا يعرف معروف حاصل على رقم جينيتس في الاحتيال، معروف عنه كل شيء حتى بات المحتال رقم 1. اسمع، ما تدخلنيش بينك وبين ابوي، روح هي في الدار يا زلمه، حل عني يا داخل بين البصله وقشرتها، ما بنوبك الا ريحتها. والله هلي هذا الشبل من ذاك الاسد. ها لاطلع على راس الجبل واولع الفانوس، وكع من ايد انكسر وصرت خريج احبار. نجم أفشل مغني عرفه تاريخ الطرب، يسعى للوصول إلى العالمية، ولكن كما يقول المصريون ده بعده. سلامة؟ ولك أنو اللي بالك هيك؟ ما دريت شو الدنيا شتت علي لحالي. شتت عليك وفيش غيوم عشان مرة قلت لك اتمجنن على جميع أهل البلد، بس علي ما تتمجننش. إذا هاي مفخرة حممتني بشرفك، عشان قلت لها جوزيني بنتك، بطلع لها تحممني؟ والله ما بطلع لها، أنا لو إني محلك باكلها شو بتساوي؟ بتروح على مركز الشرطة اللي فتحوه جديد في البلد، بتشجع على أمها لفاطمة، فالشرطة بيسحبوها، بتصير تروح وتيجي عندها بتشوفها. يعني بتجوزها؟ بتتجوز أبوها أخرى. طب طيار عند مركز الشرطة. خرج من بيت المطبلين مزمر،
ولا يقصده أبو ناصر إلا في المناسبات المهمة. يروح الروح من شم هواك عمره ما ينساك. سعيد يا سعيد. يا عمي. بدي تكتب لي ورقة عشان ألقيها قدام الناس، لأني بلغت الشرطة إني رئيس المجلس والمختار البلد. ايه وكيف يا عمي انت بتبلغ الشرطة انك رئيس المجلس ومختار البلد؟ وندري ابو عطا شو بده يصير؟ بلا ابو عطا بلا بطيخ، هو هامم من الاساس. الضابط سالني وانا جاوبته، بعدين الشغله اجت عفويه هيك وانا بستاهلها. سعيد لا يجوز مالكش خاطر اصير رئيس المجلس. ها لا يا عمي انت على عيني وعلى راسي، بس ما تبسبسش. حضر لي الكلمه وظبط لي اياها، لاني بدي احكيها قدام الناس بصفتي الاعتباريه رئيس المجلس. ولا يهمك يا عمي، بس انا متاكد انه اذا دري ابو عطا راح يعمل لك مشكله الها اول ما الها اخر. اللي يطلع في ايده يطلع في ايده. يعني ابو عطا قال انا ابو ناصر ده هو ابو عطا. فهمي انا بدي اطلع عند رئيس المجلس، تيجي معي ولا تضلك كان بالمركز؟ لا انا بقول احسن اجي معك، خلينا نظل في الصوره، بعدين لسه ما افتتحناش المركز. سيد العميد انا جاي اقدم شكوى سخرت مسخرين. يا حبيبي هاي اول شكوى بتيجي على المركز، ومن مين؟ من مجنون. اقبض يا حبيبي، بعدين شو من الصبح وانا كلك مش متفائل. ولا ايه بهذا الكلام؟ هذا الزلمه مثله مثل غيره، وفي فرق بين الانسان المجنون بافعاله والمجنون بعقله. هذا الكلام يا فهمي اخر مره بسمعه منك، فاهم يا عسكري؟ هاي خالتي مسخرة. خلص يا سلامي، روح هسا وبعدين بشوفك، مش فاضيلك. اذا انتو شرطة مش قادرين تحلوا قصتي مين عن هيك عيشي لشو فاتحين؟ يا زلمه شو روح؟ يا زلمه لك ساعه بتعطيفيه محاضره عن الانتماء والازدراء والعطاء، اخر شيء طريت الشاب. لا بلا فلفسه. يا الله شو بحبني. عم ابو العبيد. هلا يا نجم. وتسلم هالشيب وتسلم يا ابو العابد. وهالشيب والله وهيبه ويا ابو العابد، انت والله اغلى الناس يا كبير دار النسناس، وما حدا بينفع مختار الا عم ابو العبد الكبير. اهلا وسهلا. تسلم يا نجم، والله انك اكبر فنان في حوض شفر اللوز والمتوسط. انا لو منه علي يا عمي مش بس بغني لك الا اغني لك وارقص لك وجميع صوتها الحلو على حسابك. عم ابو العبد شايفك مشخص، وين رايح؟ والله نازل عند فريد، بدي اضبط شواربي في هالصالون، وبعدين اروح على مركز الشرطه نشوف هالشباب الجداد اللي جايين على البلد. سليفا نعما نعيما سلفا وخير ما بتعمل، لانه يا عمي ابو ناصر شفت لك اياه من الصبح بحوم في المنطقه. ابو ناصر ابو فجلي وابو عطا الذكر شفته؟ ابو عطا والله ما شفته. طب اذا شفته بتقول لي، واذا حد سال عني هي انا عند فريد الحلاق. ماشي؟ تأمر على الراس وعلى العين، تشرب وتسكين من العين. تسلم يا نجم. وتأمر على الراس وعلى العين، غيرك والله وما في اثنين. تأمر على الراس وعلى العين، غيرك والله وما في اثنين. تعرف يا توفيق، مش عارف ليش فتحوا لنا مركز شرطة في هالبلد. ما احنا عايشين والوضع ماشي تمام التمام، وبقيادة عمي ابو عطا كبير دار الذكر ورئيس مجلس كفر اللوز الامور ماشي تمام التمام. هي كون انك خايف من امسه. اسمع، من اليوم صار عليك ركيب وعتيد، لا بتقدر لا تلف لا يمين ولا شمال. بعدين اسمع، مش بس ابو عطا كبير، عندك عمي ابو ناصر كبير البلد، حاميها ورعيها، بحكمته وحنكته مشى البلد عالي العال. تعرف يا توفيق، راسك مثل طنجرة الفول، لا فهم ولا كل. هيهم اجولك. العافية يا شباب. اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. اهلا وسهلا بشرطتنا العتيدة. شو تشربوا؟ قهوة، شاي، نسكافيه، كل شيء. شكرا لك، احنا بدنا حدا يدلنا على دار رئيس المجلس. على راسي، هسه بدلك.
توفيق، انا بوديهم على دار رئيس المجلس. توفيق دير بالك على كاوتك. تفضلوا معي. شربت تفضل. يخرب بيتك، ادير بالي على قهوتي. اكيد هسه اخذهم عند ابو عطا الدكر، بس والله ما بفلت لك اياها. شوي ابوي بيجي. ماشي. بدك الاماني احسن من هيك زلمه ما في. كبير شفر اللوز وكبير عيله الدكر. احنا بنحب الشرطه مثل ما بنحبه. هيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا يا جماعه، زارتنا البركه. ومين حضرتك؟ شو مين حضرته؟ هذا ابو عطا كبير دار الدكر ورئيس المجلس كمان. هذا الكلام مش مزبوط. شو اللي مش مزبوط؟ شو هو اللي مش مزبوط؟ فهمني. وهذا اللي جاك اكيد هسه معروف اخذهم عند ابو عطا الدكر. الله يخرب بيت معروف ويخرب بيت عيلة الدكر. ما هو الحك علي أنا، الحك علي أنا اللي ما دليتهم على داري من الصبح. أكيد هدول نزلوا يدوروا علي. اكيد اكيد، بس هسه شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدنا نلحقهم هالكيت، بلاش المي تجري من تحت رجلينا وإحنا معناش خبر. يلا يلا استنى. طب وين وجهها؟ هذا اللي في بالي هو اللي اجاك، معناته هذا ابو ناصر. هذا واحد كذاب وعمره ما كان كبير بلد. عمي انا هذا الحكي ما بهمني، انا اللي بهمني ترسوني عبر. اي والله انكم جننتوني. طب ما دام هيك تفضل جوا بتفاهموا بنحكي. انا ما بفوت على دار حدا، انا داري مركز الشرطه، واللي بده اياني يتفضل عندي على المركز، احسن الي والكم. يلا يا عسكري. السلام عليكم. معروف، استناني هان عبين ما فوت اغير اواعيه ونلحقهم على المركز. ابى اطولش. ماشي. هدول دار الذكر راح يظلوا علي على قلوبنا ليوم الدين. انا بقول يا عمي ابو ناصر، ما دام الشرطه مش بالمنطقه اكيد صاروا بالمركز. يا سلام عليك يا فهيم، يا سلام عليك. وشو ضراك انهم قاعدين عنده هالكيت بيشرد. وعليكم السلام ابو مهند. نعم. كلي ما شفتش الشرطه وين راحوا؟ لا ما شفت. لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد ابو عطا هالكيت قاعد بحرضهم علي. سلامه تعال كلي يا سلامه. بتعرفش الشرطه اللي اجوا عند ابو عطا وين راحوا بعدين؟ يعني بدك احكي لك وين هم؟ احكي لي يا سلامه. بتجوزني فاطمه؟ بجوزك فاطمه وام فاطمه كمان. انا هيك عايشه. الشرطه بخدمه الشعب. امشي عليك وعلى دار الذكر تبعونك. شرطه بخدمه الشعب. هبل. أنا أبو أهلا. أنا؟ مش أنت يا زلمة، شوال الرز قتلني. بسيطة. أنت والله بحبك من بين كل الناس. حبتك السعادة يا عم أبو الفل. الله يرضى عليك، مش زي هذول الطبول الثلاثة القاعدين. تعرف يا سعيد، هاي البلد عمره ما راح يكون لها كايمة ولا تشوف الخير طالما المخاتير الثلاثة هذول قاعدين. أبدأ بزلمتنا، كبيرنا أبو العطا تويتي أولهم. تويتي. وكبير شم أبو ناصر باباي. ولا هذاك أبو العبد نكار الخشب. يا زلمة متكندين بس وبيعطوا أوامر وإحنا زي الحردين وراهم. وهيا قلتها يا عم بالفوز، ما دامنا بنضلنا وراهم. تنى أسألك، هو أنت جامعهم الثلاثة ولا مستثنى يا أبو عطا بما أنك من دار الذكر؟ اسحبها. أنا ما عنديش في الحق لو ما تلائم. أنا حكيت على الثلاث كلهم، فاهم؟ مش هذا خيار وهذا بندورة. إذا هيك أنا ساحبها يا عم أبو الفوز. بس هذه مصلحة دتشانة رزقة. بقدرش أقول ببيع هذول وببيعش هذولاك، بعدين بصفي على الحديد يا سعيد. أحسن لك والله، أنا زيك. صحيح عمي أبو ناصر عمي وكبيرنا، بس بعارضه في أي إشي غلط. وليش أنا يعني برفع يدي هيك بس؟ بتشوفنيش لما بيجي أبو عطا تويتي اللي هو كبيرنا بطصه طصة بيقدرش يفتح تمه؟
هيو عدساتك وسكراتك شيلهم على كل حاجه سجلت المنام. لا شو تسجلهم بدي ادفع يا عم ابو الهوش. والله نسيت الجزام في الدار. حتى انت يا برطوطوس. الشعب يريد تغيير الزباين. اسكت الأمي. لو سمحتوا يا جماعة، عيب عليكم. احنا لسه اليوم اول يوم في البلد وبتعملوا فينا هيك؟ عيب والله يا عمي عيب. لا يا حضرة الضابط، العيب على اللي بينتحل شخصية مش شخصيته وبحكي حكي ما انحكاش مش صحيح. تقصدني انا يا ابو عطا؟ تقصدني انا؟ احترم نفسك. انا كبير غصبا عنك، واللي مش عاجبه يدق راسه في الحيط. هي والله واللي شايف هان وهان واللي سامع بقول لك فيش في البلد الا دار الذكر وضربوا فجله والنسانيس. انا النسناس كلنا سنيسنا معبدين حارات شفر اللوز، وبعدين سمعت وياه جد الله يرحمه بكى هو رئيس المجلس وانا اولى في رئاسه المجلس وبس والباقي خس. هاي ابو ناصر باباي وابو العبد نكار نكار الخشب مستفردين بتشبيرنا ابو عطتويتي والشم اصلا هذه البطيخ الراس هذا اتفصل لعقال المخطره وبس. يا ناس بكفي، وجعتوا لنا راسنا. مشاكلكم الشخصيه حلوها بيناتكم. احنا كل اللي بدنا نعمله انه نوعي الناس ونعمل احتفال صغير لافتتاح مركز الشرطه. قسموا بينكم المهام وخلصت راحه. ونعمل كل واحنا دار الذكر كدها، واحنا دار ابو فجله اول الناس لمعلومكم. ان شاء الله. احكي يا فريد، احكي حلك. طيب واحنا عائلة النسناس. النسناس ولا شيء بيمشي من تحتنا ولا شيء بيكمل الا فينا. سلم ثمك، ريتك ما حكيت ظل طلع منك دم وتحط لك على نيعك. خلص يا جماعه، هي كلمه دار الذكر بيجيبوا الكراسي ودار ابو فجله بيجيبوا الضيافه وبيضل على دار النسناس الزينه. الزينه الحكي بيمشي بالمره. بتصور يا عمي انه ما في فرق بيننا وبين العائلات الثانية، كلنا اولاد 9. ولك انا اذا في اشي بده يموتني بهالدنيا هو اني اشوف اي عيلة ثاني سابكتنا. احنا عيلة دار ابو فجلة، وهذه عيلة عريكة جدا وما في داعي احكي لك عنها. عريكة لهيك احنا لازم نرفع اسم عيلتنا لفوق. فوق فوق فوق. اقعد. ايوه يا عم سعيد، شو سويت لي في الكلمة اللي بدي احكيها في الاحتفال؟ كتبت لي اياها؟ ولا يا عمي انا بقدر ما اكتبش لعمي كلمة، وهي كتبت لك صفحتين كبار بخط كبير وبدي تقراها منيح علشان ما تفضحش حالك قدام ابو عطا وقدام ابو العبد. افضح حالي ولك انا ابو ناصر. يا توفيق ايوه جاي عمي ابو ناصر، كبير البلد حاميها ورعيها. يسعد لي هالطل من الله. اسمع يا توفيق، بدي اياك تتولى مشاريب الحضور في الاحتفال كليتهم عشان يعرفوا انه عيلة دار ابو فجلة عيلة كريمة. فاهم؟ لا يا عم ابو ناصر، لا، عيلة ابو فجلة طول عمرها كريمة. أيوة. بمعيتك. بس يعني عدم المؤاخذة، مين بده يدفع لي حق المشاريب؟ باطل يا توفيق، باطل. عيب تحكي مثل هيك حكي يا توفيق، عيب. ولك وين وطنيتك؟ وين انتمائك لعائلة دار ابو فجلة؟ وين يا بشت؟ اخس يا عيب الشوب. وضروا الواحد يبكي وطني ويعيش فقير؟ Hotel security, this is FBI agent Anderson. We have a staged. I need all entries and exits to the hotel completely locked down. بدنها وداد. هلا والله.
يا صدقت مساجين الله ونصر. ايوه. ايش مالك يا رجل؟ اللي بيشوفك هالقد تعبان بيقول طالع من حرب. علي ما علي انها اصعب من حرب. اقول لك الحرب الاولى والثانيه اهون بلا ما تقعي مع الذكر. هدول دار الذكر ولا يبليك ولا دار ابو فجله. ما انت عارفه بكيت احضر عشان نستقبل الشباب اللي اجوا على المركز. وبصفه كبير النسانيس يعني كبير العيله فلازم يبقى في كلمه. اعطيت له نجم يعني كتب لي كلمه. نجم المطرب. اعطيني بالله اشوف. هذا يعني ملحن كبير مش معقول ما تفضل. يعني زي تقولي بطرق غنويه ما شاء الله عليه. ول عليه شو هالقص هذا؟ خرابيش الدجاج. شو يعني مش بكفي انه مطرب فاشل كمان بعرفش يكتب؟ مطرب فاشل نجم؟ طبعا فاشل. اسمع انا بنقلك، انا عندي خبره. هاي ايام الدراسه كنت انا اخطب فيها. امسك. ولا انا جبتك من عمان يعني بتفتش البلوشي. اكتب يلا. والطخه. يلا اكتب. بحري ولا ده الشغل من التلفزيون هالكيت خلينا نحضر حالنا. ايوه تفضلي. ايوه معروفة هذه. أيها الشعب الكريم. التل بيحكي الشعب الكريم وبخبص فيه. ما هو هيك لازم بالأول. أيوة. أيتها الشعبات. الشو؟ الشعبات الكريمات. الشعبات؟ أول مرة بسمع فيها الشعبات. تأنيث مفردة الشعب هاي. يعني جمع مذكر مؤنث تكسير. لا جمع تكسير. أيتها الشعبات الكريمات. أيوة أيتها الشعبات الكريمات. كريمات مش ليه؟ لا كريمات. ها نحن اليوم برافو نفتتح بس عمهلك يا وداد مركز الشرطة أبي. أيوة حولي روحك. أيوة الشرطة في بلدنا العظيم كفر اللوز. برافو. وشو بتشتغل يا نجم بهاي البلد؟ أنا فنان. أنا أصلا صوتي بلبل. صوتي يا الله شو بحبني. أنا عرب أيدول لقرية كفر اللوز والقرى المجاورة. معالي العالم. طيب شو مشكلة هالمجلس القروي؟ مجلس القروي والله بدك الصراحة إحنا زهقنا، لأنه هالموضوع لازم ينحسم لواحد من هالروس كبار الثلاث. وأنا يا سيدي شايف لك إنه عمي أبو العبيد هو الأحق لرئاسة المجلس، لأنه هيك أكبر واحد في البلد وشواربه برضه كبار زيه. نجم أنت قلت إنك فنان صح؟ هذا الكلام اللي بتحكيه سياسي. لا يا سيدي مش سياسي. لا سياسي يا زلمة شو كان هو تقول له سياسي؟ ولا أنا لما بحكي سياسي يعني سياسي. إحنا أخذنا بالجزائر بالدورة العسكرية عن كل العلوم السياسية، يعني أنا بفهم أكثر منك بهاي الأمور. ولما بكون سياسي يعني سياسي غصب عنك وعن الجميع. حاضر ما عدا الحكومة طبعا. نجم بدنا تغني لنا أغنية بس تكون للحكومة. أحلى أغنية كرمال عيونك وعيون الحكومة. اسمع حكومتنا الرشيدة وصفينا عشو على الله تعود على الله يا ساكن في رحاب الله. ولك الله يعين الشرطة على هيك شعب. أبو عطا هاي الكلمة كتبت لك إياها، بدك تتدرب عليها منيح مش تخربش وتفضحنا قدام دار الذكر. أيها الإخوة المواطنون، لقد حانت اللحظة الحاسمة، ألا وهي
كلمة أبو العطا تويتي كبيرنا فليتفضل. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إننا في قريتنا الوفية يا أبو عطا الوفية. إننا في قرية كفر اللوزو. أبو عطا اللوزي ولكو بعدين معاك. تفضل بك مش عارف اتدرب منيح. أقولكم أنا مختار خسارة في حيلتكم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في قرية كفر اللوزو. شو؟ يخرب بيتك، ولك عيلة أولها أبو عطا وآخرها لهبة السلامة بتطير زي الحمامة. توفيق هيني جاي. عمي ابو ناصر كبير البلد حاميها ورعيها. اقعد يا توفيق اقعد. هيني قعدت. عيلة الذكر مجتمعين وبدربوا في ابو عطا. نيالك يا ابو عطا في هيك عيلة. اما انا سعيد ابن اخوي كتب لي هالورقة واجى رماها في وجهي وراح. لا يا عم ابو ناصر، لا، كل رجالك حواليك. ولك وينهم اللي حوالي؟ وينهم اللي حوالي يا توفيق؟ ما فيش غيرك انت. عيلة ابو فجلة راح تصير تحت يا توفيق، مش فوق اذا ضلوا على هيك حالة. طول بالك يا عم ابو ناصر، عيلة ابو فجلة راح تضلها فوق خلاص بتشفي. انت شو قاعد بتسوي؟ ما تروح تجهز حالك عشان توزع المشاريب في الاحتفال اللي بده يصير. روح يلا يا توفيق، روح الله يخليك روح. طيب مين بده يدفع لي؟ ولك امشي. ماشي يا عيلة الذكر. يلا يا عم ابو العابد، بدنا نلحق نكون اول الناس. يا الله. كل الشباب نزلوا؟ جميعهم بالاحتفال. والزين ان شاء الله طلعت تبيض الوجه وها مليحه. هاي نجم بيشتغل معهم فيها. عفالم يا فريد، تحيا انت وهالشباب، عن جد انتوا بترفعوا راس العيله. قل لي يا عم ابو العابد، جبت الكلمه اللي بدك تلقيها بالاحتفال؟ اي كلمه؟ شو اي كلمه؟ الكلمه اللي كتبناها بالصالون، كلمه عائله النسناس يا ابن الناس. فطنتها مش طول الليل وانا سهران عليها عشان احفظها عن غيب. حفظتها. ايها الشعب الكريم، الله، ايها الشعبات الكريمات، الله، باسم النسانيس في كفر اللوز وانا ابو العبد فريد. نعم يا عم. صدق وتآمن بالله. بكت بدها تفوتني هذه. تأدخل اجيب الكلمه. طول عمرها فايتك يا عم ابو العبد. يلا اتحمل يا فريد مشان عيون كفر اللوز بس. يما هي الغسيل نشف، بدي ألمه. فطوم من شان الله بدك شيانة. ولك وبعدين فيك يا سلامة، شو بتعمل هون؟ قطعت نفسي. جيت احكي لك بدك تنزل احتفال تبع الشرطة. ولك سلامة، شو اللي بدك اياه؟ جيت احكي لك اني نواعيين شفن اذا بتحب تبلين خمامة. اهلا وسهلا بكم في حفل افتتاح مركز شرطة كفر اللوز. والآن مع كلمة رئيس مركز شرطة كفر اللوز خريج دورة الجزائر.
وين الورقة؟ أهالي قرية كفر اللوز الكرام، لم نأتي إليكم إلا تلبية لنداء الوقت ولخدمتكم. فكما يقال الشرطة في خدمة الشعب، نحن الشرطة وأنتم الشعب. دولة الجزائر وحاميها وراعيها. نعدكم ألا تضيع حقوق أحد منكم وأن تعيشوا آمنين مطمئنين، ولهذا نحن هنا. وفي الختام أطلب منكم أن تكونوا لنا عونا على أنفسكم بالالتزام بالقوانين واحترام النظام، ودمتم سالمين. أما الآن مع كلمة رئيس مجلس كفر اللوز. ما شاء الله، شو كفتوا انتوا؟ شو علاقتكم في المجلس؟ ابو العبد النسناس رئيس المجلس. انا ابو عطا الذكر، وهذا العكال عكال رئيس مجلس. لا انت ولا هو، انا ابو ناصر رئيس مجلس كفر اللوز على سن ربع. اشوف السن تبعك. تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهالي كفر اللوز، يا اهالي كفر اللوز، يا اهالي كفر اللوز. لحظة نسانيس وابو فجلة، وين رايحين انتوا؟ فيش تسفير للبلد؟ احكي عنا ابو عطا. وحد الله، والله هذا الضايل دار الدجر ودار النسناس هم اللي يحكموا ويرسموا. عمي ابو ناصر تشبير البلد حاميها ورعيها. ايوه هو بدي يحكي. شو هالحكي قاعد بسمع فيه؟ فيش حدا بيحكي الا عم ابو العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابو عطا الذكر اكبر عيلة في البلد، واحنا النسانيس اهل الارض كلها النا. يا سلام، وانا سيدي من 100 سنة كان مختار كفر اللوز. عيب عليكم يا جماعة الخير، احنا باحتفال. خزتونا قدام اهل البلد، بعدين انتوا دايما متفقين على الا تتفقوا. امشوا امشي امشي. انا مش